السلام عليكم يا أهل الطيبين، شلونكم؟ أخباركم؟ واليوم رجعت لكم بفيديو جديد بروتين بسيط إن شاء الله راح يعجبكم. قبل لا نبدي بروتين سوونا اللايك من إيدكم الحلوة والاشتراك وتفعيل الجرس. بعد ما تريقت ونطيت للبيت ترتيب بسيط يعني على الخفيف، لأن تعرفون كالعادة أرتب البيت من الليل وأنظفه، يعني حتى من أقعد الصبح أنطيه ترتيب خفيف وأقعد أجهز كل شي للغداء وأتريق على راحتي. ودخلت للحمام شفته يحتاج تنظيف العميق، يعني شقد ما ننظف تنظيف يومي راح يحتاج هذا التنظيف العميق اللي هو بالقاصر أو المنظفات اللي احنا نستخدمها. وحاولوا من تستخدمون هذه المنظفات تفتحون الشبابيك وتفتحون الساحبة، لأن هواية تأثر على الدماغ بتقدم العمر وتأثر على الجهاز التنفسي. طبعا أنا هنا مستخدمة بهذا المرش حاطة الكلور أو القاصر اللي متعارف عليه. بلشت أغسل المغسلة وحاملة الصابون وما نسيت المراية أكيد، وبعدها راح أغسل القاعدة مالت المغسلة لأن كلش ضرورية وتبدي يصير اصفرار بيها. يعني من تكون القاعدة نظيفة أكيد راح تكون المغسلة نظيفة. ولا تنسون تغسلون القاعدة مالت المغسلة. وبعدها أكيد شطفت المراية وراح أبدي أنشف أول شي المراية، وبعدها خلاط المغسلة والمغسلة وحاملة الصابون، يعني كل شي أنا أمسحه. وبعدها أضيف الزاهي بعلبة السائل لأن ما متوفر عندي، وراح أستخدم هذا الزاهي من نوعية لميس، هم نوعيته كلش ممتازة. لأن ما دا أثبت على نوعية زاهي، قولولي شنو تستخدمون الزاهي ولقيتوه يعني نوعيته حلوة وممتازة يعني. وراح أستخدم هذا الصابون للإيدين هم كلش حلو من شركة دورو. وخلصت كل شي وصار هذا الجزء من الحمام جاهز ونظيف مثل ما تشوفون. وأكيد ما راح أنسى الخلاط مال الدوش لأنه يصير تراكمات بيه ويعني يصير أملح، فما أحب يكون يصير دائما مولح. يعني حتى باليوميات تنظيفي أنظفه على الماشي، يعني هنا تنظيف هم حالة من حال المغسلة دائما أنظفه وهم أرجع أمسحه حتى يبقى عندي نظيف. وبعدها راح أنظف الأرضية اللي أستخدمه، هذا بيوماكس المنظف كلش نوعيته ممتازة، يعني أخليه تقريب دقايق. وبعدها راح أرش الكلور أو القاصر على الباب لأن تصير بيها شخوط، هاي السودة كلش مو حلوة، فراح أنظفه بالقاصر خليه تقريب هيجي ثواني. وبعدها أضيف الزاهي وأجلفها، أنطيها جلفة خفيفة، وبعدها ما أراكمها بالماء، يعني اسفنجة بيها ماء وامسحها على الخفيف حتى ما يتراكم عندي وتصير مخططة. ومثل ما يقولون المي يهدم بيوت، مثل ما تشوفون هنا يعني صار المكان يلمع لمع، يعني ما بحاجة كل شي. وبعدها صار وقت الصلاة وصليت، وراح أسوي وياكم أكلة كلش سهلة وبسيطة وراح تعجبكم وأتمنى تجربوها. عندي كمية من الكبود الدجاج راح أسويها طريقة الحمس. عندي حبتين من البصل حجم الوسط راح أقطعهم بهذا الشكل، يعني ثرم وسط. وراح أحمي الطاوة وأضيف عليها 5 ملاعق من الزيت، وبعدها أضيف البصل. وأحمس البصل حمس كلش بسيط، يعني ما أخليه يتحول لونه للون الزايد، يعني تقريبا ياخذ لون
الأشقر، وبعدها أضيف الكبدة. يعني مثل ما يقولون أكلة صحية وناشفة من كل الدهون. وراح أقطع كمية من الكبوت الدجاج، يعني حسب كمية العائلة، وراح أقطعها بهذا الحجم حتى تستوي عندي. طبعا هنا لا تنسون دائما لمسات أبو أمير يجي بوقت العشاء، إذا يشوفني ما مكملة فيحب يساعدني بتقطيع البصل ويظل واقف بالمطبخ وياي. بعد ما ذبل عندي البصل وضفت عليه الكبدة، وراح أظل أحمس عليها بنار عالية حتى ذب السوائل مالتها، وظل أقلب بها لحد ما ينشف السوائل مالتها. بعد ما ينشف السوائل راح أخليها على نار هادئة وأحمسها على أقل نار، وأضيف عليها التوابل اللي تحتاجها، بس الكركم والكمون والملح، ما أضيف عليها أي توابل، وأخلطها لحد ما يتجانسون كلهم سوا. بعد ما أطفي النار راح أضيف عليها ليمونة واحدة كلش تكفي هاي الكمية، وأحمسها على نار كلش هادئة، وأطفي النار حتى لا تمرمر عندي، وصار عندي هذا شكلها الطعم ولا أروع من عنده. أتمنى تجربوه. وصارت جاهزة أكلتنا، وطلبتوا مني أصور لكم الأكل اللي أجهزه للعائلة، وقدرت أصور لكم مقطع صغير. وصلنا لنهاية الفيديو، ألتقيكم بفيديو آخر، في أمان الله وحفظه، مع ألف سلامة.